ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن إدارة برشلونة الإسباني مستعدة للمضي قدما في المحادثات مع ممثل نيكو ويليامز نجم أوتلتيك بليباو تمهيدا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية. ولافت نيكو وويليامز ابن 21 عاما أنظار الجميع في بطولة كأس أوروبا بعد قيادتنا للاروخ التي تويج باللقب لقاري بفضل مستواه الرائع الذي قدمها طوال أحداث البطولة. ويمتلك نيكو وويليامز شرطا جزائيا في عقدها مع أتلتيك بلباو ويقدر بحوالي 58 مليون يورو. واسبق وأنا أكد خوان لابورة رئيس لابرسا قدرة النادي المالية على التعاقد مع الشاب الإسباني، ويتبقى فقط إقناع اللاعب بالانتقال إلى الفريق. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع نيكو ويليامز تمهيدا لضمه. أشار فابريزيو رومانو إلى أن برشلونة مستعدة للتفاوض مع نيكو وويليامز بدءا من هذا الأسبوع، حيث يعد راتب اللاعب عاملا أساسيا في حسم الصفقة. وأكمل الصحفي أن هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد قد وضع نيكو وويليامز كهدف للنادي لأول هذا الصيف. وأضاف رومان وأنا للتوقيت أمر أساسي للغاية لأن كابر لدوري لإن جليزي رغب وأنا أيضا في التعاقد مع نيكو وويليامز. وقدرة تلك الأندية المالية أفضل بكثير من البرسا.